صباح الخير واهلا بكم في هذه التغطية المستمرة، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مؤتمر صحفي قبل قليل أعلن فيه عن تشكيل قوات إسلامية مشتركة لمحاربة الإرهاب تقوده المملكة ومقره الرياض. ويضم التحالف الإسلامي العسكري 34 دولة وأكثر من 10 دول أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف، وستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ومنها جمهورية إندونيسيا، كما أعلنت أوغندا قبل قليل انضمامها للتحالف. آسفين على تأخيركم اليوم، لكن أعتقد اطلعت على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية ولتشكل أغلبية العالم الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي يضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل. فسوف تنشأ غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي. يأتي هذا الإعلام من حرص العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريك للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء. فأرجو إذا كان في أي أسئلة مستعد أتلقاها منكم. تفضل. اليوم كل دولة إسلامية تحارب الإرهاب بشكل منفرد، وهذا التنسيق بينما المنظمات الإرهابية تعمل تحت قيادة واحدة. فتنسيق الجهود مهم جدا. من خلال هذه الغرفة سوف تطور الأساليب والجهود اللي ممكن نحارب فيها الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي. اليوم لدينا عدد دول تعاني من الإرهاب، مثلا في داعش في سوريا والعراق، الإرهاب في سيناء، الإرهاب في اليمن، الإرهاب في ليبيا، الإرهاب في مالي، الإرهاب في نيجيريا، الإرهاب في باكستان، الإرهاب في أفغانستان، وهذا يتطلب جهود قوية جدا لمحاربته. فبلا شك سوف يكون من خلال التحالف تنسيق لمحاربة هذه الجهود. سمو الأمير، لا نستطيع إصدار مواقف ملزمة، لكن التحالف سوف يكون للتنسيق، وكل دولة سوف تساهم حسب قدراتها في هذا المجال. سمو الأمير، هل سيكون هناك تنسيق مع المركز مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب؟ بلا شك سوف يكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل. سمو الأمير، أنا هليل القمي من صحيفة الحياة. سؤالي سمو الأمير، ما هو الدور الذي تتوقعونه من دول العالم والمنظمات الدولية لإنجاح هذا التحالف؟ نتوقع كل الدعم وكل التنسيق في هذا العمل. سمو الأمير، المملكة العربية السعودية ضد التحالف الدولي ضد حزب العالم في سوريا، أيضا هي قادة التحالف الإسلامي. هل سيكون هناك مثلا موقفان داعش والجماعات الإرهابية، هل سيكون هناك على الأرض يعني حرب مباشرة؟ هذا من المدري أنه نتكلم عنه. بعد التنسيق مع الدول اللي في التحالف سوف تتخذ عدة إجراءات سوف يعلن عنها. سمو الأمير، خالد العمري من قناة العربية. هل سيكون هذا التحالف موجه لتنظيم داعش فقط؟ لا، لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها. شكرا. البيان حدد 34 دولة إسلامية وافقت على الاشتراك، وهناك 10 أكثر من 10 هناك 10 دول تدرس أكثر من 10 وهناك 10 خارج التحالف. إذا ما يعني ليست خارج التحالف. هذه الدول 10 لديها إجراءات يجب أن تتخذها قبل الانضمام للتحالف، ونظرا للحرص بإنجاز هذا التحالف بأسرع وقت فتم الإعلان عن 34 دولة، وإن شاء الله سوف تلحق بقية الدول في هذا التحالف الإسلامي. نتكلم عن التحالف سمو الأمير قلت قبل قليل
أن هذا التحالف سيمس أي منظمة إرهابية كانت في العراق أو في سوريا. هذا يعني أن هذا التحالف سيستهدف المنظمات بدون العودة إلى طائفتها. هل هي منظمات إرهابية تابعة كانت تصنف سنية أو تصنف شيعية؟ بلا شك احنا سوف يلاحق هذه المنظمات ايا كان تصنيفها. طبعا بخصوص العمليات في سوريا والعراق ما نستطيع بالقيام بالعمليات هذه الا بالتنسيق مع الشرعيه في هذاك المكان ومع المجتمع الدولي. سمو الأمير، هذا التحالف هل سيكون تحت منظمة لا لا. سمو الأمير، أنا علي بوازير من قناة الجزيرة. سمو الأمير، المعروف أن الإرهاب ليس يعني مشكلته لا تتوقف على المحاربة العسكرية فقط، فهل ستقتصرون فقط على الجانب العسكري في مواجهة داء الإرهاب أم أن لا، سوف يكون هناك تطوير الجهود في محاربة الإرهاب فكريا، وسوف يكون هناك تطوير الجهود محاربة الإرهاب إعلاميا، بالإضافة إلى الجهد الأمني الرائع القائم حاليا. شكرا. سم. المهدد او المتوقع لاعلان اكثر من 10 دول المؤيده لهذا. نتوقع خلال الأسابيع القادمة. سمو الامير سعيد العجل، صحيفه المناطق. انتم تتكلمون عن تحالف عسكري، لو حدثتم لنا سمو الامير تقريبيا كم العدد الذي تستثمرون من اجل هذا التحالف او الحشد العسكري؟ لا يوجد حشد، هو يوجد تنسيق جهود ودعم جهود الدول في الأعمال التي تقوم فيها. التحالف الإسلامي الجديد هل يعني أنه سيصبح هو المظلة بدلا من التحالف العربي في الحرب على اليمن؟ هذا تحالف يختلف عن التحالف اللي قائم في الحرب اليمن. هذا لمهمة وهذه لمهمة أخرى. شكرا زملائنا الصحفيين. شكرا. وللحديث أكثر ينضم معنا الأستاذ جميل